بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة شباب سبورت 1، نرحب بكم أجمل ترحيب ونحن معكم في نقل مباراة الدوري العراقي الممتاز الموسم 2021-2022. لقاء اليوم الذي يجمع بين فريقي صاحب الأرض والجمهور، فريق نوروز الذي يرتدي الزي الأبيض أمام الضيف فريق النفط يلعب في الزي البنفسجي. مباراة اليوم ضمن الجولة الثانية للدوري الممتاز. طاقم تحكيمي لهذه المباراة حكمنا أحمد كاظم واضح أمامنا في الصورة، والمساعد الأول حيدر فرج، والمساعد الثاني حسين نجم، والحكم الرابع شامل تحسين. مقيم الحكام أرسنال قادر. على بركة الله نبدأ تشكيلة الفريقين. راح يكون عندنا فريق نوروز على يمين الشاشة فيها الزي الأبيض أمام فريق النفط فيها الزي البنفسجي. التشكيلة الأساسية بالنسبة لفريق نوروز: أحمد موحان في حراسة المرمى رقم 21، ومحمود عبد الحسين رقم 4، أحمد محمد رقم 25، علي محمد جاسم رقم 21، ومحمد اسماعيل رقم 2، عباس علي رقم 23، وريكان رزقا رقم 14، هاوري انور رقم 7، اسو رستم رقم 9، ديار علي رقم 10، ومحمد سامي ايتو رقم 77. هذه التشكيله الاساسيه بالنسبه لفريق نوروز اللي يدخل بها مدرب فريق نوروز مدرب ولي كريم، اللي يساعد اكيد مهند زيدان، والمساعد ايضا الثاني برسيار عبد الرزاق، ومدرب الحراس محمد مصطفى. بينما اللاعبين البدلاء بالنسبه لفريق نوروز: جومان احمد رقم 12، شوان قادر رقم 20، ومصطفى عبد الرحمن 30، بهاء الدين بكر رقم 11، وليث محمد رقم 19، جاسم محمد رقم 99، علي محمد جاسم رقم 55، وديار صابر رقم 17، وديار ياخي رقم 6، وهاملة عادل رقم 6. نروح على تشكيلة فريق النفط. هناك كرة محاولة ممتازة بالنسبة لفريق نوروز عن طريق ديار علي، محاولة ممكن تسديد، ولكن وين كرة بعيدة تروح، تعود لفريق النفط، والكرة تروح إلى رمية جانبية لصالح فريق النفط. نروح لتشكيلة فريق النفط: هاني شاكر في حراسة المرمى رقم 95، وعدي شاب رقم 2، كرار محمد رقم 4، علي بهجت رقم 3، وبيار ابو بكر رقم 17، علي قاسم رقم 8، علي محسن رقم 5، وكرار علي بري رقم 10، احمد عبد المجيد رقم 6، وجاسم محمد رقم 13، ومروان حسين رقم 99. هذه التشكيله الاساسيه بالنسبه لفريق النفط اللي يدخل بها المدرب باسم قاسم. كره تروح عند حارس مرمى فريق نوروز احمد موحان، حارس الخبره، سبق ان مثل فريق الكهرباء وايضا فريق الكرخ. احمد موحان واضح امامنا في الصوره. كره تروح الى الجهه البعيده عند محمود عبد الحسين رقم 4، يعيدها الى موحان. موحان ممكن يرسل كره طويله للامام، تروح الى اللاعب هاوري انور. هاوري انور يعيدها الى البحث عن اللاعب علي محمد جاسم، ولكن الكرة تروح إلى رمي الجانبية إلى أحمد عبد المجيد. أحمد عبد المجيد، رمية جانبية، كرة طويلة اللعب أقرب إلى دفاعات فريق نوروز. محمود عبد الحسين، وتروح إلى الحارس أحمد موحى. نروح بالنسبة لتشكيلة اللاعبين البدلاء لفريق النفط: محمد حميد رقم 20، محمد احمد رقم 1، ومصطفى طارق رقم 22، احمد عبد الرضا رقم 55، كرار رزاق رقم 34، ومحمد كريم رقم 24، وحسن حكيم رقم 18، ليث تحسين رقم 15، علي رحيم رقم 7، وحسين رزاق رقم 25، وسهيب رعد رقم 14، حسام جاد الله رقم 9، وموسى عدنان رقم 11. عندنا الان ضربة زاوية بالنسبة لفريق نوروز، ضاغط فريق نوروز افضل. وعندنا على تنفيذ ضربة الزاوية هاوري انور. هاوري انور ضاغط فريق نوروز. نوروز القادم من خسارة امام زاخو. تلعب الزاوية، محاول ابعاد ممتاز عن طريق بيار ابو بكر،
مرة ثانية تعود إلى ريكان رزقار إلى وسط الملعب، إلى محمود عبد الحسين، إلى رزقار، تنقطع ممتازة من جانب فريق النفط إلى وسط الملعب عن طريق اللاعب جاسم محمد، يعيدها إلى خط الدفاع بالنسبة لفريق النفط. عدي شاب يرسل كرة طويلة أمامية، تنقطع مرة ثانية تعود لفريق النفط. محاولة، لاحظ الصراع بالنسبة في وسط الملعب، وهناك خطأ يشيره حكمنا أحمد كاظم. ضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق نوروز، تلعب الكرة إلى هاوري أنور، يلعب الكرة التمريرة ولكن بالخطأ تنقطع مرة ثانية تعود لصالح فريق النفط. ممكن لفريق النفط محاولة من منتصف الملعب، بناء الهجوم والانطلاقة السريع، حلوة التمريرة من جهة اليسار ولكن تنقطع بشكل أكثر من رائع بالنسبة لدفاعات فريق نوروز. تمريرة ممتازة إلى العمق، محاولة ممكن، يلا جول يلا جول، عرضية حلوة ولكن القطع ممتاز بالنسبة لدفاعات فريق النفط. باللحظة الأخيرة تنقطع الكرة، تعود إلى لاعب جاسم محمد، جاسم الانطلاقة، أحمد، تمريرة ممتازة إلى مروان حسين، موراني غير اللعب بشكل رائع، حلوة الكرة، ممكن يحولها، ممكن تحويله أو التمريرة يفضل من جهة اليسار، محاولة ولكن طالت الكرة وتروح إلى رمية جانبية لصالح فريق نوروز. مباراة يعني الدقائق الأولى بالنسبة لفريق نوروز كان أفضل، وسرعان ما دخل فريق النفط في أجواء المباراة. لحد الآن الأداء متوازن. تلعب الكرة، محاولة من جانب فريق نوروز، كرة أمامية، تنقطع الكرة عن طريق كرار محمد، تمريرة وبالخطأ تعود لصالح فريق نوروز. لاحظ الضغط على حامل الكرة، تمريرة إلى ريكان رزقار، وين ما تروح تلقى ريكان، تمريرة أمامية ونوروز ولكن طالت الكرة وتروح إلى ضربة مرمى لصالح فريق النفط. نفط يعني جاي من تعادل أمام نفط ميسان، عنده نقطة واحدة، بينما فريق نوروز ما عنده أي نقطة. فريق اللي وصل لأول مرة في تاريخه إلى دوري الأضواء، الدوري الممتاز. نلعب في الدقيقة 10 أحبتي مشاهدي قناة شباب سبورت 1. لا زال التعادل السلبي قائم لحد الآن بين فريقي النفط وأمام نوروز. كرة أمامية من هاني شاكر بالراس، تعود الكرة إلى ريكان رزقار، تنقطع ممتازة عن طريق اللاعب أحمد عبد المجيد. أحمد كرة أمامية تلعب ممكن ولكن هناك خطأ يشيره المساعد، بالتالي الخطأ وضربة حرة الآن لصالح فريق النفط. ضربة حرة الآن لصالح فريق النفط. أحمد كاظم واضح أمامنا في الصورة، جاسم محمد يحصل على خطأ. أحمد كاظم حكمنا واضح أمامنا في الصورة، الحكم الشاب المميز، دكتوراه تربية رياضية، واحد من أبرز الحكام. ضربة حرة الآن لصالح فريق النفط، علي بهجت على التنفيذ، قادم من القوة الجوية، سبق مثل الكرخ ودوك والشرطة والميناء والقوة الجوية، والآن يمثل النفط، لاعب منتخبنا الوطني السابق. كرة اللعب، محاولة ممكن يحولها، خطيرة ولكن الابعاد ممتاز من قبل دفاعات نوروز. تعود الكرة جاسم محمد وبالتالي الكرة تروح إلى رمية جانبية. شوف قرار الحكم هنا، شوف لاعبي فريق نوروز والحديث مع المساعد الأول حيدر فرج، واعتقد هناك خطأ. نعم خطأ لصالح فريق النفط، أفضل فريق النفط في الدقائق الأخيرة، ممكن يسجل هدف. خلينا نشوف. ضربة حرة مباشرة الآن لصالح فريق النفط. النفط أمام نوروز، ضيف ثقيل على فريق نوروز. ضربة حرة مباشرة الآن لصالح فريق النفط. انتظار صافرة أحمد كاظم للعب الكرة، ممكن يحوله، تحول كرة تلعب ولكن طويلة، كرة لا زالت في الملعب، تلعب الكرة خطيرة ولكن ابعاد ممتاز عن طريق محمد اسماعيل. كرة محاولة ممكن مرتدة ولكن اقرب الى
دفاعات فريق النفط، الابعاد الكره طويله اماميه من جانب فريق النفط، تنقطع الكره. لاحظ الصراع والممتاز القطع من هاوري انور، تقدم الامام، تمريره حلوه ولكن تنقطع عن طريق احمد عبد المجيد. عبد المجيد الى جاسم محمد، جاسم محمد تعود الكره مره ثانيه، حلوه التمريره من جهه اليسار، ممكن عن طريق اسو رستم، ممتازه الكره الى هاوري انور، هاوري ممكن يحولها ولكن تنقطع ممتازه وتروح الى رميه جانبيه. رميه جانبيه الان لصالح فريق نوروز. نوروز ينوع يعني باللعب، مره يلعب على العمق ومره يلعب على الاطراف. رميه جانبيه الان، كره اللعب، محاوله الى هاوري انور جهه اليسار، هاوري ممتاز يحاول المراوغه والدوران، تمريره حلوه ممكن بالعمق، هاوري محاوله ولكن القطع ممتاز. تعود الكره الى جاسم محمد، جاسم محمد الى احمد عبد المجيد، 1-2 حلوه والتقدم الامام، حلوه التقدم عن طريق جاسم محمد ولكن الضغط، بالتالي تعود الكره صالح فريق نوروز. عوده الى دفاعات فريق نوروز، محمود عبد الحسين، محمود عبد الحسين الى ريكان رزقار، كره اماميه حلوه ممكن ولكن تنقطع براس عن طريق دفاعات فريق النفط. علي قاسم، تعميره من الجهه البعيده ممكن عن طريق اللاعب كرار علي بري، بري يحاول، قادم من القوه الجويه. تعود الكره علي قاسم، حلوه الكره يحولها يغير اللعب ممتاز ولكن طالت الكره على احمد عبد المجيد كابتن فريق النفط، بالتالي الكره تروح الى رميه جانبيه لصالح فريق نوروز. رميه جانبيه الان لصالح فريق نوروز، ملعب فريق نوروز. تعود الكره الابعاد بهذا الشكل، تنقطع الكره ممتازه، تعود لصالح فريق النفط مره ثانيه، محاوله عن طريق علي قاسم، ضغط على حامل الكره، لا زالت الكره عند علي قاسم، ممكن احمد عبد المجيد بالمراوغه حلوه بالمهاره، تقدم علي قاسم، محاوله ممكن يحوله، تتحول ولكن الكره لا زالت عند فريق النفط، ممكن مره ثانيه حولها ولكن اقرب الى الحارس احمد محمد، حارس مرمى فريق نوروز، حارس اللي قاد فريق نوروز الى الدور الممتاز. موحان، احمد موحان، نلعب في الدقيقه 15 احبتي مشاهدي قناه شباب سبورت 1. احمد موحان يلعب كره اماميه اقرب الى دفاعات فريق النفط وبالتالي الكره تروح الى رميه جانبيه، رميه جانبيه الان لصالح فريق نوروز. تلعب الكره، محاوله، نوروز يعيدها الى لاعب عباس علي، عباس علي الى محمود عبد الحسين، يغير اللعب من جهه اليسار عن طريق علي محمد جاسم، علي جاسم الى عباس علي، عباس يرسل كره اماميه، تنقطع ممتازه عن طريق دفاعات فريق النفط، تعود الكره الى عدي شهاب، تنقطع ولكن تروح الى رميه جانبيه، رميه جانبيه لصالح فريق النفط. مدرب فريق نوروز ولي كريم، تلعب الجانبي، محاولة مروان حسين وهناك خطأ على اللاعب محمود عبد الحسين، بالتالي ضربة حرة غير مباشرة لصالح فريق النفط. نلعب فيها الدقيقة 16 حبيتي مشاهدي قناة شباب سبورت 1، لا زال التعادل السلبي قائم لحد الآن. تلعب الكرة، محاولة من جانب فريق النفط، حلوة التمريرة، ممكن يحولها إلى مروان حسين، مروان خطير ولكن أقرب إلى أحمد موحان، أحمد إبعاد الكرة بهذا الشكل، يعود إلى دفاعات فريق النفط. كرار مرة ثانية، محاولة من جانب فريق النفط تنقطع والضغط على حامل الكرة، يعيدها فريق النفط، تقدم ويغير اللعب، حلوة من جهة اليسار، حلوة الكرة تروح إلى كرار علي بري إلى بهجت، يغير الكرة، التمريرة في العمق ممتازة، البحث عن مروان، ممكن لمروان، يلا يا مروان ولكن أقرب إلى أحمد موحان حارس الخبرة موجود، محمود عبد الحسين، تمرير إلى علي محمد جاسم إلى عبد الحسين، كرة أمامية، تعود الكرة إلى محمد سامي، إيتو ولكن الضغط، تنقطع الكرة من علي قاسم، ممتاز بالمهارة، روح إلى أحمد عبد المجيد، غير ولكن أقرب إلى دفاعات فريق نوروز. لاحظ الضغط من قبل لاعبي فريق النفط أفضل في الدقائق الأخيرة. علي قاسم يلعب الكرة
علي قاسم. البحث عن مروان، غير اللعب الى كرار علي بري لاحظ عدم اعطاء اي مساحه بالنسبه للاعبي فريق نوروز. يعيد الكره الى كرار محمد الى عدي شهاب يحاول يفتح اللعب. شهاب يلعب الكره، تمريره ممتازه عن طريق اللاعب ديار ابو بكر، ولكن تقطع الكره مره ثانيه الى شهاب. عاد الكره ديار ابو بكر يعيد الكره الى الحارس هاني شاكر. عاد الكره بهذا الشكل، بالتالي الكره تروح الى صالح فريق نوروز. مرة ثانية الكرة اقرب الى صالح فريق النفط، جهة اليسار ممكن بالمهارة، ممكن يتجاوزها، حلوة ممكن يحولها، تقدم ممكن جهة البعيدة يحولها، ممكن خطيرة، ولكن الابعاد عن طريق دفاعات فريق نوروز اللاعب محمود عبد الحسين. بالتالي اقرب الكرة صالح فريق النفط، افضل النفط علي محسن غير اللعب. عندنا لاعب يشكو من اصابة، سلامات محمود عبد الحسين اعتقد، او اللاعب احمد محمد يشكو من اصابة. بالسلامة لاحمد محمد دافع فريق نوروز. احمد كاظم حكمنا يطمئن على سلامة اللاعب. بالتالي لحد الان الامور يعني واضحة، التعادل السلبي قام لحد الان. الدقائق الاخيرة فريق النفط افضل، بدأ يشكل خطورة اكثر، الحيازة اكثر. ممكن اعتقد مدرب فريق نوروز اكيد يعني عنده حسابات خاصة، بالتالي قد يعني يكون هناك بعض التغييرات. هنا روح الرياضية واضحة من جانب الفريقين. عودة الكرة الى الحارس مرمى فريق النفط هاني شاكر قادم من النجف. هاني شاكر نلعب فيها دقيقة 20 دقيقة مرت ولا زال التعادل السلبي قائم لحد الآن. تلعب الكرة أمامية، البحث عن مروان حسين، وهناك خطأ على مروان حسين، بالتالي ضربة حرة غير مباشرة لصالح فريق نوروز. صوري الفريقين. ضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق نوروز. تلعب الكرة، العودة إلى محمود عبد الحسين، يعيدها إلى أحمد أحمد. لاحظ الانتشار من جانب فريق النفط. كرة أمامية تلعب من جانب فريق نوروز، ولكن الكرة أقرب إلى هاني شاكر حارس مرمى فريق النفط. تلعب الكرة بيار أبو بكر يرسل الكرة إلى بري، ممكن بري تمريرة، ولكن الضغط ممتاز عن طريق محمد اسماعيل. قطع الكرة، تمريرة ممكن جهة المنتصف، ممكن التمريرة حلوة، ممكن تسديدة، يلا، ولكن طالت الكرة، لا زالت عند فريق نوروز. ضغط عن طريق محمد سامي ايتو، حاول يعكس كرة، ولكن ممتازة، يحصل على ضربة زاوية الآن لصالح فريق نوروز. زاوية الآن لصالح فريق نوروز. خلاص رستم. زاوية الآن لصالح فريق نوروز. ريكان رزقار على التنفيذ. يلعب الكرة، يحولها ممكن، ولكن الابعاد عن طريق دفاعات فريق النفط، وبالتالي الكرة تروح إلى رمية جانبية الآن لصالح فريق نوروز. عندنا لاعب يشكو من إصابة، سلامات للاعب فريق نوروز، يشكو من إصابة، هو اللي دخل في الشباك وليس الكرة. سلامات للاعب فريق نوروز، دخول الطاقم الطبي. ايضا سلامات لهاني شاكر حارس مرمى فريق النفط. هنا باسم قاسم بفريق النفط، حكم الدولي السابق مشهور بالجنرال عدة أندية كلاعب، أيضا درب عدة أندية، حصل على لقب الدوري مع الهوك، حصل لقب الدوري مع الزوراء والقوة الجوية.
ضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق النفط. نلعب في الدقيقة 23 أحبتي مشاهدي قناة شباب سبورت 1. لا زال التعادل السلبي قائم لحد الآن. ضربة حرة غير مباشرة، نفط يبحث عن هدف. نفط تلعب الكرة، يغيرها إلى عدي شهاب. عدي شهاب، النفط تمرير يعيدها إلى كرار محمد. كرار محمد يرسل كرة أمامية، البحث عن مروان. كرة محاولة من جانب فريق النفط، وأقرب إلى الكرة محمود عبد الحسين. اليوم قدم مباراة لحد الآن ممتازة، أدوار دفاعية رائعة عن طريق هذا اللاعب. رمية جانبية الآن لصالح فريق النفط. علي قاسم أحمد كاظم، وحديث مع اللاعبين. أحمد كاظم، رمية جانبية. علي قاسم راح يلعبها طويلة، تلعب طويلة ممكن، ولكن ابعاد عن طريق محمود عبد الحسين. تعود الكرة، النفط لا زالت في حوزة هذا الفريق، تنقطع الكرة ممتازة عن طريق آسو رستم، ولكن طالت الكرة وهناك خطأ لصالح فريق نوروز، وضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق نوروز. لحد الآن الفريقين يعني يحاولون الوصول للهدف، ولكن هناك دفاع ممتاز من جانب الفريقين بالنسبة لنوروز وبالنسبة للنفط. اي هدف ممكن يفتح المباراة. ضربة حرة غير مباشرة الآن. محمود عبد الحسين، الكرة تنقطع بالراس عن طريق دفاعات فريق النفط. تعود الكرة صالح فريق نوروز يعيدها إلى محمود عبد الحسين، يلعب الكرة أمامية، محاولة ولكن أقرب إلى الحارس هاني شاكر، حارس مرمى فريق النفط. هاني شاكر. تعود الكرة، ديار أبو بكر يرسل كرة إلى مروان حسين، ولكن بالراس تنقطع. روح إلى رمية جانبية الآن لصالح فريق نوروز من الجهة البعيدة. تلعب الكرة أمامية، بحث عن طريق ديار علي، تمريرة ممتازة إلى هاوري أنور. هاوري يلعبها، ممكن محاولة بالعمق، محاولة خطيرة، ممكن ولكن هناك راية وتسلل على فريق نوروز، وهدف ملغي. ضربة حرة غير مباشرة الآن صالح فريق النفط في الدقيقة 26 أحبتي مشاهدي قناة شباب سبورت 1. ضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق النفط. هاني شاكر يلعب الكرة إلى كرار محمد، لاعب الخبرة. كرار يلعب كرة أمامية، تعود إلى صالح فريق النفط. تمريرة ممكن إلى علي قاسم يلعب الكرة في العمق ممتازة، جهة جاسم يعكس الكرة، ولكن ممتاز التدخل من قبل دفاعات فريق نوروز، والكرة تروح إلى ضربة الزاوية الآن لصالح فريق النفط. أحمد عبد المجيد كابتن الفريق، لاعب الخبرة. أحمد عبد المجيد، زاوية تحول، ممكن النفط، ممكن بالراس مروان، ولكن أقرب إلى الحارس أحمد موحان. ممتاز أحمد موحان في المكان المناسب. أحمد موحان حارس مرمى فريق نوروز، واضح أمامنا في الصورة رقم 21. أحمد موحان يلعب الكرة أمامية من جانب فريق نوروز، البحث عن آسو رستم، ولكن تنقطع الكرة. ديار أبو بكر يعيدها إلى علي محسن يعيدها مرة ثانية إلى الحارس هاني شاكر. هاني يلعب الكرة، ولكن وين يا هاني؟ إلى خارج أرض الملعب. رمية جانبية، لاحظ الضغط على حامل الكرة راح يولد أخطاء. رمية جانبية الآن لصالح فريق نوروز. هاوري أنور يعوف الكرة إلى زميله علي محمد جاسم رقم 55 واضح أمامنا في الصورة، ولي كريم على أعصابه. تلعب الكرة، تعود إلى هاوري أنور، تمريرة ممتازة
الى ريكان رزقار، يعني امام ريكان 3 لاعبين تنقطع الكره ممتازه من جانب فريق النفط. مره ثانيه محاوله من جانب فريق نوروز، وهناك خطا لصالح فريق نوروز يشير لها الحكم احمد كاظم. دكتور احمد كاظم حصل على شهاده الدكتوراه قبل فتره قصيره. كل التوفيق لحكمنا احمد كاظم. ضربة حرة لا لصالح فريق نوروز. على التنفيذ ايتو محمد سامي. محمد سامي رقم 77، والكلام مع مدرب فريق نوروز ولي كريم والتوجيهات. ايتو يلعب الكرة يحولها ممكن بالراس، ولكن تنقطع الكرة عن طريق كرار، والهجوم مرتد والتقدم من جانب فريق النفط، ولكن بأريحية واضحة يقطع الكرة والتقدم عن طريق اللاعب هاوري أنور. هاوري يتجاوز اللاعبين، تعود الكرة ممكن تسديد ممتازة عن طريق اللاعب محمد اسماعيل، وبالتالي مرت الكرة إلى خارج أرض الملعب. أخطر كرات المباراة لحد الآن تسديدة اللاعب محمد اسماعيل، والكرة راحت إلى ضربة زاوية. حلوة الكرة الأخيرة، حلوة الكرة الأخيرة من جانب فريق نوروز. ضربة زاوية الآن، زاوية تلعب الكرة، تمريرة بهذا الشكل، محاولة من جانب فريق نوروز، والدوران من ايتو ممكن تلعب، ولكن الكرة تروح إلى الخارج. كرة راحت إلى الخارج. إذا هنا أحبتي مشاهدي قناة شباب سبورت 1، استراحة لمدة دقيقة، فرصة لتناول المياه. لاحظ المكان الجميل في ملعب فريق نوروز، والجبال جميلة أكيد، أماكن بالنسبة في محافظة السليمانية في عراقنا الحبيب. فريق نوروز أكيد فرق أول مرة تشارك في الدوري الممتاز. بصراحة نوروز قدم يعني مباريات ممتازة من الدوري الدرجة الأولى، بعدها تأهل إلى الدوري الممتاز فريق الصناعة وفريق سامراء. كل التوفيق بالنسبة لفرقنا اللي تأهلت، وكذلك فرق الدوري الممتاز. أكيد داخلين على الدقيقة 31، لا زال التعادل السلبي قائم لحد الآن بين الفريقين. فريق نوروز قادم من خسارة ما بزاخر نتيجة 2-1 بين فريق النفط قادم من تعادل سلبي أمام نفط ميسي. مباراة فريق النفط القادمة أمام فريق الكرخ، بينما فريق نوروز يلعب مباراة القادمة أمام فريق نفط الوسط. نهاية الدقيقة اللي منحها حكم اللقاء أحمد كاظم. تالي عودة اللاعبين إلى أرض الملعب. أكثر من نص ساعة مرت على زمن المباراة، لا زال التعادل السلبي قائم لحد الآن. عودة اللاعبين إلى أرض الملعب، واضح أمامنا في الصورة هاني شاكر حارس مرمى فريق النفط. هاني شاكر نلعب في الدقيقة 32 أحبتي مشاهدي قناة شباب سبورت 1. هاني شاكر يلعب الكرة أمامية من جانب شاكر، بالراس تنقطع، تعود الكرة نفطية، وبالتالي الكرة للخارج، رمي جانبية لصالح فريق نوروز. علي محمد جاسم يلعب الكرة يعيدها إلى جاسم مرة ثانية، غير اللعب بالمنتصف، محاولة عن طريق اللاعب عباس علي إلى محمد اسماعيل، تمريرة ولكن أقرب إلى دفاعات فريق النفط. تمريرة إلى جاسم محمد، ضغط على حامل الكرة، بالتالي يأخذها فريق نوروز. تعود الكرة إلى نوروز، 1-2 ممكن، عودة ممتازة، التمريرات
من جانب فريق نوروز، يحولها ولكن تنقطع من جانب دفاعات فريق نفط. تعود الكرة، هاوري انور يدور، ممتازة التمريرة، ممكن خطيرة، ممكن يسدد، تسديده ممتازة عن طريق اللاعب ديار علي، ولكن الكرة راحت الى الخارج. الكرة راحت الى الخارج. فرصة ممتازة بالنسبة لفريق نوروز، وبالتالي الكرة تروح الى الخارج. كرة ما بيها تسلل، لكن فريق نوروز ضيع الهجم. نلعب فيها دقيقة 33، ضربة مرمى لصالح فريق النفط. هاني شاكر، هاني شاكر يلعب كرة طويلة إلى الأمام، ولكن الكرة للخارج. رمية جانبية، تلعب الكرة من الجهة البعيدة من جانب فريق نوروز. محمد اسماعيل يلعب الرمية الجانبية، البحث عن اللاعب محمد ساميتو، تنقطع الكرة تروح لصالح فريق النفط، ممكن الى جاسم محمد، جاسم وهناك خطأ. عندنا لاعب يشكو من الإصابة. سلامات للاعب فريق نوروز، سلامات لاعب فريق نوروز. تدخل من قبل اللاعب علي محسن واضح امامنا في الصورة، واحمد كاظم قريب من الحالة، بالتالي عندنا هناك خطأ لصالح فريق نوروز. هذا كرار علي بري، سبق الممثل كهرباء، طلبة قوة جوية، هناك ايضا واضح امامنا في الصورة. كابتن ابو شوق كاظم سلطان دائما يتابع فريق النفط، مع فريق النفط. نوروز تلعب الكرة من الجهة البعيدة، محاولة من جانب فريق نوروز، يعيدها إلى أحمد محمد، تمريرة في العمق، محاولة ممكن، محاولة عن طريق آسو رستم ممكن إلى الدوران، رستم يحتفظ بالكرة، ولكن الضغط من قبل لاعبي فريق النفط. ممكن التمريرة بهذا الشكل، تمريرة حلوة ممتازة، ممكن يسددها، تحاول تسديد. شلون ضاعت هذه الكرة من جانب فريق نوروز عن طريق ديار علي، وضاعت الكرة وضاع الهدف على فريق نوروز، بالتالي الكرة تروح إلى خارج أرض الملعب، وضربة مرمى لصالح فريق النفط. أخطر كرات المباراة عن طريق اللاعب ديار علي، تسديدة يسارية ممتازة وعلت العارضة بقليل. ضربة مرمى الآن لصالح فريق النفط. هاني شاكر يلعب كرة إلى الأمام، محاولة، تعود الكرة صالح فريق نوروز، تنقطع الكرة، تمرير إلى محمد ساميتو، البحث عن آسو رستم، تنقطع الكرة، بحث عن جاسم محمد، أقرب إلى محمود عبد الحسين، يبعد الكرة تروح إلى رمية جانبية لصالح فريق النفط. جانبية جاسم محمد، جاسم يتركها إلى زميله، إلى أحمد عبد المجيد، أحمد كابتن فريق النفط، إلى جاسم محمد، جاسم ممتاز، ياخذ ضربة الزاوية الآن لصالح فريق النفط. باقي أقل من 9 دقائق على نهاية الشوط الأول. أحبتي مشاهدي قناة شباب سبورت 1، أحمد عبد المجيد، أحمد يلعب الكرة، يحولها، ممكن بالراس والتسديد. ضاعت الكرة على فريق النفط، والكرة تروح إلى الخارج، وضربة مرمى لصالح فريق نوروز. أخطر كرات فريق النفط ضيعها النفط، ضاعت على العموم. ضربة مرمى الآن لصالح فريق نوروز. أحمد موحان تلعب فيها الدقيقة 37. هل راح نشوف هدف في الشوط الأول؟ خلينا نشوف، نتابع. تلعب الكرة أمامية بالراس، تنقطع، تعود الكرة إلى محمود عبد الحسين، ضغط من قبل مروان، الإبعاد ممتاز عن طريق
المدافع محمود عبد الحسين بصراحة يقدم أدوار دفاعية ممتازة. محمود عبد الحسين لاعب رقم 4 مدافع فريق نوروز. أحمد عبد المجيد. عبد المجيد هنا باسم قاسم وتوجيهات، يلعب الكرة، تمريرة ممتازة ولكن أقرب إلى الحارس أحمد محان، حارس مرمى فريق نوروز. أحمد محان، توجيهات اللاعبين، أكيد حارس الخبرة أحمد محان. أحمد يمسك الكرة، حاول التوجيه اللاعبين ولاحظ التقدم من قبل لاعبي فريق النفط. أحمد يلعب الكرة أمامية، نوروز ممكن القطع، تعود الكرة مرة ثانية، محاولة عن طريق اللاعب هاوري أنور. هاوري تنقطع الكرة، كرار تعود نفط، ممكن إلى علي محسن. علي كرة أمامية، البحث عن جاسم، كرة محاولة ممكن إلى جاسم. جاسم محمد. جاسم محمد يلعب الكرة والتمرير بهذا الشكل والضغط من قبل اللاعب محمود عبد الحسين. تنقطع الكرة، تعود إلى علي محمد جاسم. نوروز مرة ثانية، ديار علي. ديار تنقطع الكرة جانب فريق النفط. جاسم محمد. جاسم محمد إلى أحمد عبد المجيد، إلى جاسم، تمرير إلى علي قاسم. علي حولها ولكن وين؟ إلى أحمد محان، حارس مرمى فريق نوروز. يلعب الكرة، مباراة يعني رتم المباراة صار أسرع، تلعب تغير اللعب إلى محمد إسماعيل. محمد إسماعيل إلى هاوري أنور، التقدم ممكن، محاولة ممكن، تسديدة ولكن وين؟ تسديدة ولكن وين؟ إلى الخارج. ضربة مرمى لصالح فريق النفط. لاحظ ولي كريم على أعصابه، يعني هجمات مستمرة من جانب فريق نوروز ولكن الكرة ما راحت للشباك، دائما تكون قريب من المرمى. دخلنا في الدقيقة 40 أحبتي مشاهدي قناة شباب سبورت 1. لا زال التعادل السلبي قائم لحد الآن. هاني شاكر يلعب الكرة، تنقطع، تعود إلى صالح فريق النفط مرة ثانية والضغط على حامل الكرة، يقطعها واعتقد هنا خطأ. نعم خطأ واضح على فريق النفط، بالتالي نوروز يحصل على خطأ وضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق نوروز. تلعب الكرة، محاولة أمامية من جانب فريق نوروز، ممكن محاولة ولكن اعتقد هناك لمسة يد، خطأ لصالح فريق النفط. خطأ لصالح فريق النفط. أحمد عبد المجيد. أحمد عبد المجيد يلعب كرة أمامية. عبد المجيد محاولة ممكن إلى مروان، إلى جاسم، ولكن التغطية ممتازة عن طريق أحمد محمد والكرة تروح إلى رمية جانبية. رمية جانبية الآن لصالح فريق النفط. فريق النفط يعتمد بشكل كبير على جهة اليمين، على جهة جاسم محمد. رمية جانبية، علي قاسم. قاسم علي قاسم يلعب الرمية، قطع ممتاز والقراءة من محمود عبد الحسين. تعود الكرة طريق فريق نوروز، ممكن الهجوم مرتز والتقدم الامام عن طريق آسو رستم. آسو رستم وياخذ خط، اعتقد الكرة ما بها شيء. تعود الكرة، مبدأ الاستفادة هنا. نعم يشير أحمد كاظم، يشير إلى وجود خطأ. أحمد كاظم يشير لوجود خطأ. خطأ لصالح فريق النفط. هذا أحمد كاظم الحديث مع الحكم الرابع شامل تحسين، باسم قاسم وكابتن فريق النفط أحمد عبد المجيد. نلعب في الدقيقة 42 أحبتي مشاهدي قناة شباب سبورت 1. خطأ لصالح فريق النفط، ضربة حرة غير مباشرة، اللعب الكرة أمامية، محاول ممكن البحث عن مروان ولكن الابعاد ممتاز عن طريق محمود عبد الحسين. قدم مباراة لحد الآن ممتازة. الكرة لا زالت في الهواء واعتقد هناك نعم خطأ لصالح فريق النفط. أحمد كاظم يشير إلى وجود خطأ. ضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق النفط. أحمد عبد المجيد
احمد عبد المجيد يلعب الكرة في العمق، محاولة ممكن جانب فريق نفط مروان، ولكن هناك خطأ لصالح فريق نوروز. خطأ لصالح فريق نوروز. مدربين على اعصاب. باسم قاسم مدرب فريق النفط. ضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق نوروز. أحمد موحان. أحمد موحان وجه اللاعبين بالتقدم إلى الأمام. أكيد آخر الدقائق ممكن فريق نوروز يسجل هدف، ممكن. تعود الكرة تنقطع بالرأس عن طريق دفاعات فريق النفط، والكرة لا على التعيين. تعود الكرة مرة ثانية إلى محمود عبد الحسين، والإبعاد بهذا الشكل، وهناك خطأ لصالح فريق النفط. خطأ لصالح فريق النفط وبطاقة صفراء. بطاقة صفراء على محمود عبد الحسين في الدقيقة 44. إضافة دقيقة واحدة وقت بدل ضاع. ضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق النفط. نلعب في الدقيقة الأخيرة. أحمد عبد المجيد النفط، ممكن تكون آخر الهجمات. تلعب الكرة يحولها ممكن بالرأس، ولكن تعود الكرة ممكن هجوم خطير. لا زال النفط يحتفظ بالكرة والضغط على حامل الكرة. تعود إلى عدي شهاب، يعكس الكرة وهجوم مرتد ممكن لمحمد ساميتو. تنقطع الكرة ممتازة طريق فريق النفط إلى ديار أبو بكر. تعود الكرة شهاب يحولها من جهة اليسار، والابعاد عن طريق احمد محمد. احمد محمد. وهنا احبتي مشاهدي قناه شباب سبورت 1، صافره حكمنا احمد كاظم ينهي احداث الشوط. نعود وياكم احبتي مشاهدي قناه شباب سبورت 1 تكمله احداث مباراه فريقي نوروز والنفط. تذكر بنتيجه الشوط الاول انتهى السلبيه من دون اهداف. إذا انطلاقة الشوط الثاني، الكرة محاولة بالتالي كرة تروح إلى خارج أرض الملعب. مباراة تقام على ملعب نوروز. تذكر فريق نوروز يلعب على يسار الشاشة في الزي الأبيض، فريق النفط يلعب على يمين الشاشة في الزي البنفسجي. تلعب الكرة أمامية من جانب فريق النفط، ولكن انقطع بشكل ممتاز عن طريق دفاعات فريق نوروز، والكرة تروح إلى ربيع جانبي. أحمد عبد المجيد. أحمد عبد المجيد. أحمد عبد المجيد يلعب الكرة، البحث عن جاسم. جاسم محمد. جاسم ممكن يحولها. جاسم حولها، ولكن مروان، وبالتالي الكرة أقرب إلى أحمد موحان حارس مرمى فريق نوروز. أحمد موحان. موحان. عندنا بالمناسبة عندنا فقط بطاقة صفراء واحدة في المباراة لحد الآن، محمود عبد الحسين في الدقيقة 44. كرة اللعب، هناك خطأ لصالح فريق النفط. ضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق النفط. أقرب الكرة إلى كرار محمد، لاعب اللي يمثل أندية الميناء والزوراء والشرطة والمنتخب الوطني. تعود الكرة إلى علي بهجت، يلعب الكرة أمامية. علي بهجت البحث عن لاعب فريق النفط علي رحيم اللي دخل قبل قليل. علي رحيم. انطلاقة الشوط الثاني. علي رحيم رقم 7. تلعب الكرة نوروز. أحمد موحان. أحمد حاول سحب لاعبي فريق النفط بالراس. تعود الكرة محاولة من جانب فريق نوروز عن طريق اللعب هاوري أنور. هاوري أنور والتدخل من قبل فريق النفط، بالتالي الكرة ضربة حرة غير مباشرة لصالح فريق نوروز. هذا أحمد كاظم يتحدث مع لاعبي فريق النفط، حاولت تهدئة اللعب. هذا علي رحيم
واضح امامنا فيها صورة اللعب الكرة. هاوري انور، كرة امامية ممكن من جانب فريق نوروز، اقرب الى فريق النفط. تعود الكرة علي بهجت، بهجت عاد بهذا الشكل ممتاز، بحث عن مروان حسين. مروان، تعود الكرة الى علي محمد جاسم، مرة ثانية النفط محاولة والدورة والتمرير الى احمد عبد المجيد. احمد ممكن التمريرة ولكن الى 1-2 حلوة، ممكن يحولها ولكن كرة طويلة واقرب الى الحارس احمد محمد. ممتازة اللقطة الاخيرة من جانب لاعب احمد عبد المجيد ولاعب جاسم حمد. احمد موحان، احمد يلعب كرة امامية، احمد موحان تنقطع، تعود الكرة مرة ثانية تنقطع، تعود الكرة الى محمد اسماعيل. محمد اسماعيل، لاحظ هناك يعني كثافة دفاعية من جانب لاعبي فريق النفط وعدم اعطاء اي مساحة للاعبي فريق نوروز. تعود الكرة علي رحيم، او هناك خطأ لصالح فريق النفط. هذا علي رحيم اللاعب البديل، دخل مع بداية الشوط الثاني. علي بهجت، بهجت لاعب منتخبنا الوطني السابق، فضل التمرير الى كرار محمد. كرار يلعب كرة امامية، كرار محمد تنقطع ممتازة، تعود الكرة، لا زالت عند فريق النفط والكرة تروح الى رمية جانبية. رمية جانبية لصالح فريق النفط. افضل فريق النفط مع انطلاقة الشوط الثاني لحد الان، يعني 4 دقائق مرت، لا زال فريق النفط افضل من ناحية الحيازة. تعود الكرة ابعاد من قبل دفاعات فريق نوروز والكرة تروح الى رمية جانبية لصالح فريق النفط. اغلب لاعبي فريق نوروز في ملعب. رمية جانبية، نفط تلعب الكرة، محاولة بالراس من قبل لاعبي فريق النفط، تنقطع الكرة، تعود لصالح فريق نوروز. تقدم الى الامام، تنقطع ممتازة، تعود الكرة صالح فريق النفط وتنقطع، كرة ما بها شيء، اقرب اللاعب هاوري انور، تنقطع، تعود لصالح فريق النفط. عدي شهاب، شوف عدي وين متقدم، تعود الكرة من جهة اليسار الى اللاعب جاسم حمد. بالتالي الكرة تروح الى رمية جانبية، رمية جانبية لصالح فريق نوروز. رتم المباراة انخفض نوعا. لاعب يشكو من اصابة، سلامات لهاوري انور، لاعب رقم 7 هاوري انور يشكو من اصابة، بالسلامة لهاوري انور. رمية جانبية الان لصالح فريق نوروز، كرة عند محمد اسماعيل. محمد اسماعيل، محمد، وهنا روح رياضية عالية في فريق نوروز لصالح فريق النفط. هاني شاكر حارس مرمى فريق النفط، هاني شاكر، تمرير الى كرار. محمد لاعب الخبرة يلعب كرة امامية من جانب فريق النفط، تلعب الكرة واقرب الى اللاعب محمود. هناك جاسم محمد، جاسم الى احمد عبد المجيد، احمد الى جاسم، ممكن يحولها بالمراوغة، محاولة من جانب فريق نفط، تحول ولكن بالراس واقرب الى احمد محمد. رأسية لم تكن قوية من جانب المهاجم مروان حسين مهاجم فريق النفط، سبق أن مثل أندية الزوراء الشرطة مروان حسين. إذا تلعب الكرة من جانب فريق نوروز، تعود الكرة لصالح فريق النفط، تنقطع ممتازة عن طريق فريق نوروز والتمرير ولكن أقرب إلى فريق النفط، تنقطع الكرة، تعود إلى علي محسن. محسن فضل التمرير، محاول الجهة البعيدة فريق النفط والتقدم، هناك التغطية ممتازة والابعاد عن طريق اللاعب محمود عبد الحسين، بالتالي الكرة تروح الى الخارج. هناك حديث احمد كاظم مع الحكم المساعد الثاني حسين نجم، حديث اعتقد هناك قرار
قبل احمد كاظم. هل هناك خطأ؟ كرة راحت رمية جانبية. خلينا نشوف قرار احمد كاظم. اعتقد هناك ضربة حرة لصالح فريق النفط. نعم، ضربة حرة لصالح فريق النفط. هل يستغل فريق النفط الكرات الثابتة؟ خلينا نشوف. نلعب فيها دقيقة 53 احبتي مشاهدي قناة شباب سبورت 1. النفط بانتظار صافرة احمد كاظم. تلعب الكرة، تتحول، ممكن خطيرة، ولكن الابعاد عن طريق لاعب فريق نوروز احمد محمد، والكرة تروح الى ضربة زاوية. ضربة زاوية لصالح فريق النفط. ضربة زاوية لصالح فريق النفط. احمد عبد المجيد. عبد المجيد. احمد. زاوية للنفط. ممكن. هذا احمد كاظم يتحدث مع اللاعبين. احمد كاظم. زاوية النفط. عبد المجيد يحولها، ممكن بالراس، ولكن الابعاد عن طريق دفاعات فريق نوروز، والهجوم المرتد السريع من جهة اليمين. نوروز التقدم والتقدم، وهناك خطأ لصالح فريق نوروز، واعتقد بطاقة صفراء. نعم، بطاقة صفراء يوجهها احمد كاظم لاعب فريق النفط. بطاقة الصفراء الثانية. بطاقة صفراء بالنسبة لفريق نوروز، وبطاقة صفراء على فريق النفط. ضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق نوروز. هاوري أنور على التنفيذ. رقم 7 الواضح أمامنا في الصورة. تلعب الكرة أمامية من جانب فريق نوروز، أقرب إلى دفاعات فريق النفط، والتغطية من قبل لاعب فريق النفط، وبالتالي الكرة تروح إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح فريق النفط. هاني شاكر نلعب فيها الدقيقة 55. ما شفنا أي هدف لحد الآن، ولا شفنا أي كرة أو محاولة خطيرة من جانب الفريقين. كرة اللعب أكثر من 10 دقائق مرت في أحداث الشوط الثاني، وما شفنا أي هجمة خطيرة تحسب لحد الآن. كرة تروح، محاولة جاسم محمد لاعب الخطير. جاسم محمد يعيدها إلى لاعب فريق النفط، ولكن القطع ممتاز. التمريرة ممكن، والتقدم 1-2 حلوة من جانب فريق نوروز. محاولة ممكن يحولها، ولكن بالوقت المناسب. في الوقت المناسب تدخل دفاعات فريق النفط، والكرة تروح إلى ضربة زاوية. ضربة زاوية. خلينا نشوف. أعتقد هناك ضربة مرمى. نعم، كرة لمسة لاعب فريق نوروز. تلعب الكرة، محاولة من جانب فريق النفط، والكرة أقرب إلى دفاعات فريق نوروز. أحمد محمد. أحمد محمد. أحمد، والإبعاد بهذا الشكل. تعود الكرة جاسم محمد. محاولة، والكرة إلى الخارج. الكرة تروح إلى الخارج. رمية جانبية لصالح فريق نوروز. رمية جانبية لصالح فريق نوروز. أكيد كل فريق يحاول تسجيل هدف، ولكن شوف الواجبات الدفاعية من جانب الفريقين. اليوم الأدوار دفاعية ممتازة من جانب فريق نوروز ومن جانب فريق النفط. رمية جانبية. محمد اسماعيل. محمد اسماعيل. لاحظ تقدم لاعبي فريق النفط. كرة اللعب، محاولة، والابعاد بهذا الشكل، والتقدم من جانب فريق نوروز. كرة، ولكن التدخل من قبل كرار محمد. تعود الكرة مرة ثانية في وسط الملعب. محاولة من جانب فريق النفط، محاولة لبناء الهجمة. احمد عبد المجيد من الجهة البعيدة. احمد عبد المجيد. التمرير، محاولة ممكن الى علي رحيم، يعيدها الى كرار. كرار مرة ثانية. عبد المجيد. احمد بالمهارة والتقدم. احمد يحولها، بحث عن مروان ممكن، ولكن اقرب الكرة الى احمد محان. كرة اقرب الى احمد محان حارس مرمى فريق نوروز.
تعود الكرة أحمد محمد يلعب كرة أمامية والكرة تروح إلى الخارج. رمية جانبية لصالح فريق النفط. رمية جانبية لصالح فريق نفط. تلعب الكرة نفط يحاول بالمهارة علي رحيم. ممتازة التمريرة من جهة اليسار ممكن يحولها ولكن لاحظ الضغط على حامل الكرة. ممتازة القطع قبل لاعبي فريق نوروز. هجوم مرتد سريع. تلعب الكرة بحث عن هاوري أنور يعكس ولكن قطع ممتاز من قبل أحمد عبد المجيد. تعود الكرة إلى كرار محمد. كرار تمريرة. تعود الكرة تنقطع ممتازة عن طريق فريق نوروز إلى عباس علي. تنقطع تمريرة ممتازة. تعود الكرة أقرب إلى الحارس هاني شاكر حارس مرمى فريق النفط. داخلين على الدقيقة 59. كرار محمد يلعب الكرة أمامية. كرار محمد بحث عن أحمد عبد المجيد. تنقطع الكرة تعود لصالح فريق النفط. إبعاد من قبل محمود عبد الحسين. تعود إلى أحمد عبد المجيد. أحمد عبد المجيد. أحمد التمرير إلى جاسم محمد. وين ما تروح تلقى جاسم محمد لاعب ممتاز. تعود علي بهجت. بهجت تمرير علي بهجت ممتازة يحافظ على الكرة. تعود إلى أحمد عبد المجيد من الجهة البعيدة إلى جاسم. جاسم إلى عبد المجيد. لاحظ الانتجار الممتاز من قبل لاعبي فريق نوروز. كرة ممتازة محاولة من جانب فريق النفط ولكن التغطية أكثر من رائعة من قبل أحمد محمد وابعاد الكرة بهذا الشكل. تعود الكرة ممكن تتحول. محاولة خطيرة مروان حسين. ممكن يا مروان ممكن والدوران ولكن تعود الكرة لا زالت عند فريق النفط. ممكن محاولة ولا بالمهارة ممكن تسديدة ممتازة ولكن الكرة وين اصطدت بزميله وراحت إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح فريق نوروز. هناك تغيير من جانب فريق نوروز. جاسم محمد يستعد. جاسم محمد يستعد للدخول ويخرج اللاعب ديار علي. إذن جاسم محمد بدلا من ديار علي. أول تغييرات فريق نوروز. تلعب الكرة أحمد محان يلعب كرة أمامية. تنقطع بالراس عن طريق كرار محمد. هناك خطأ لصالح فريق النفط. أحمد كاظم حكم اللقاء علي بهجت. لعب في الدقيقة 61 أحبتي مشاهدي قناة شباب سبورت 1. لا زال التعادل السلبي قائم لحد الآن. علي بهجت تلعب الكرة محاولة عن طريق عدي شهاب. تمرير إلى جاسم ممتاز بالمهارة. جاسم محمد. جاسم ممكن يحولها ولكن تحويلة بعيدة بالتالي الكرة تروح إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح فريق نوروز. أحمد محان. المباراة تحتاج إلى هدف. الهدف راح يحرك الفريقين. الفريقين يعني وصول المرمى بشكل ممتاز. هناك نعم ادوار دفاعيه بس الهدف راح يحرك الفريقين. راح نشوف اداء اكثر. راح نشوف مستوى اكثر. تلعب الكره تعود من جانب فريق النفط الى كرار محمد. دفاعات فريق النفط. التمرير البحث عن جاسم. جاسم والتقدم. التمرير الى احمد يعكس كره يحولها. ممكن البحث عن مروان خطير يعيدها مروان حسين. تعود الكرة علي محسن يغير اللعب جهة اليمين ولكن التغطية ممتازة عن طريق لاعب شوان قادر. تعود الكرة جانب فريق نوروز. محاولة عن طريق هاوري أنور. هاوري والتقدم. هجوم مرتد تمريرة ممكن 1-2. هاوري أنور غير اللعب ممتاز من جهة اليمين حلوة عن طريق اللاعب آسر رستم يعكسها ولكن وين تدخل في الوقت المناسب عن طريق دفاعات النفط والكرة تروح إلى ضربة الزاوية. ضربة الزاوية من جانب فريق نوروز. ممتاز التدخل في الوقت المناسب قبل لاعب فريق النفط. يلعب في الدقيقة
63 احبتي مشاهدي قناه شباب سبورت 1. زاويه الان لصالح فريق نوروز. واضح فريق نوروز يلعب في الدقائق الاخيره على الكرات المرتده. ريكان رزقار، زاويه رزقار تتحول ممكن بالراس، ولكن تدخل من قبل دفاعات فريق النفط. علي رحيم، علي خطأ في التمرير، بالتالي الكرة تروح إلى رمية جانبية. رمية جانبية لصالح فريق نوروز. كان رزقار كابتن الفريق يتركها إلى محمد إسماعيل. تعود الكرة أنور هاوري، أنور هاوري محمد إسماعيل ممتاز الواحد اثنين، ولكن قطع ممتاز وقراءة من قبل علي رحيم. تعود الكرة صالح فريق نوروز، والقطع بشكل رائع من آسر رستم، وهناك خطأ لصالح فريق النفط، وضربة حرة غير مباشرة لصالح فريق النفط. مباراة تلعب في محافظة السليمانية. فريق نوروز تلعب الكرة، محاولة من جانب فريق النفط، تنقطع الكرة بشكل ممتاز. تعود هجوم سريع من جانب فريق نوروز من الجهة بعيدة، ممكن التقدم، محاولة والتسديد، ولكن تدخل من قبل كرار محمد بالخبرة يقطع الكرة. تعود لصالح فريق النفط، واعتقد هناك خطأ وهناك رمية جانبية لصالح فريق نوروز. بدأ فريق نوروز يوصل للهدف، يعني عكس الدقائق الأخيرة. كان فريق نفط هو من يبادر في الهجوم مع بداية الشوط الثاني. تلعب الكرة، محاولة تنقطع عن طريق كرار محمد. تعود الكرة، ممكن التسديد، محمد يسدد، ولكن تدخل من قبل دفاعات فريق النفط، والكرة تروح إلى ضربة الزاوية. تدخل من قبل علي بهجت، والكرة تروح إلى ضربة الزاوية. ضربة الزاوية الآن لصالح فريق نوروز. زاوية تلعب الكرة، تتحول، ولكن تدخل بالراس من قبل دفاعات فريق النفط. تعود الكرة صالح فريق نوروز، ممكن تعود إلى عباس علي، عباس إلى هاوري أنور، هاوري والتقدم ممتازة، واحد اثنين حلوة، ممكن والدوران واحد، ممكن تسديد، يلا جول يلا جول. أوه! ضاعت الكرة على آسر رستم، ضيع أخطر الكرات في الشوط الثاني آسر رستم، وكرة ممتازة بينه وبين هاوري أنور، واحد اثنين والتقدم، ولكن تسديدة وين يا آسر رستم إلى الخارج. أخطر كرات الشوط الثاني ضيعها فريق نوروز، والكرة تروح إلى ضربة مرمى. ضاعت الكرة على فريق نوروز. على العموم لا زالت النتيجة سلبية لحد الآن من دون أهداف. ضربة مرمى الآن لصالح فريق النفط. هاني شاكر يلعب الكرة أمامية، محاولة عن طريق فريق النفط، تنقطع الكرة تروح إلى صالح فريق نوروز. محمود عبد الحسين، محمود ولا تدخل من قبل مروان حسين، واعتقد ياخذ خطأ. سلامات لمحمود عبد الحسين لاعب فريق نوروز، يشكو من اصابه. سلامات، عنده بطاقه صفراء محمود عبد الحسين. احمد كاظم حكم الشاب، الحكم مميز، او رميه جانبيه يحتسبها احمد كاظم. محمد اسماعيل رميه جانبيه، تلعب الكره، محاوله تقدم افضل فريق نوروز في هذه الدقائق. تلعب الكره ممتازه، تمريره ولا اروع، محاوله من جانب فريق نوروز، تمريره حلوه، ممكن ياسر رستم ضاعت الكره على فريق نوروز، ورستم للمره الثانيه على التوالي يضيع الهجم. ضاع الهدف على فريق نوروز. لاحظ الحيره، ولاحظ يعني اكيد ما راضي اليوم آسر رستم على ضياع الكره. تغيير، مصطفى عبد الرحمن يستعد للدخول، مصطفى عبد الرحمن بدلا من ريكان رزقار كابتن الفريق يغادر، راح يشترك مصطفى عبد الرحمن. خلينا نشوف الدقائق القادمة.
داخلين على الدقيقة 68. تلعب الكرة جانب هاني شاكر، والكرة تروح إلى رمية جانبية. رمية جانبية الآن لصالح فريق نوروز، أفضل فريق نوروز في هذه الدقائق. محمد إسماعيل تنقطع ممتازة قبل دفاعات فريق النفط. تلعب الكرة وسط الملعب، كرة ما بيها شيء، مبدأ الاستفادة. تلعب الكرة محاولة عن طريق رستم. رستم ممكن يحولها، رستم تتحول، ولكن ممتازة دفاعات فريق النفط. ابعاد من قبل اللاعب علي رحيم. تعود الكرة، لا زالت في الهواء، والكرة أقرب إلى هاني شاكر حارس مرمى فريق النفط. هاني شاكر، رسم المباراة صار أحلى. تلعب محاولة من جانب فريق النفط، كرة أمامية تنقطع ممتازة عن طريق محمود عبد الحسين، والكرة تروح إلى رمية جانبية. رمية جانبية الآن لصالح فريق النفط. بيار بوبكر تلعب الكرة إلى جاسم محمد. بيار بوبكر، جاسم محمد، تنقطع ممتازة الكرة من ناصر رستم. تعود الكرة علي بهجت، يلعب الكرة أمامية، ضغط من قبل دفاعات فريق النوروز. تعود الكرة، لا زالت الكرة نفطية. تلعب علي رحيم، تمريرة ممتازة، محاولة من جانب فريق النفط. علي رحيم لاعب البديل، ممكن يحولها، لاحظ الضغط من قبل فريق نوروز، يحولها ممتازة، ممكن فريق النفط، ولكن تنقطع الكرة والابعاد من قبل دفاعات فريق نوروز. ممكن تتحول الكرة، ولكن ابعاد عن طريق اللاعب محمد اسماعيل. تعود الكرة محاولة، والكرة اقرب الى احمد محان. محاولات ممتازة من جانب فريق النفط. احمد محان يلعب الكرة، احمد علي محمد جاسم، تعود الى محمود عبد الحسين. هناك خطأ لصالح فريق النفط. شوان قادر، هناك خطأ لصالح فريق النفط. حكم احمد كاظم يشير الى وجود خطأ. نلعب في الدقيقة 70. أقل من 20 دقيقة على نهاية الشوط الثاني والمباراة. خلينا نشوف علي بهجت، هل يستغل فريق النفط الكرات الثابتة؟ تلعب الكرة علي بهجت، يحول ممكن، ولكن ابعاد باليد ممتاز عن طريق احمد محان. احمد ممتاز الابعاد. تعود الكرة نفطية، محاولة حلوة الكرة من جانب علي رحيم، والابعاد عن طريق عباس علي. تعود الكرة محاولة من جانب فريق النوروز، والابعاد عن طريق اللاعب عدي شهاب، والكرة تروح الى رمية جانبية الان لصالح فريق نوروز حاول على الاقل يعني تسجيل هدف في هذه الدقائق، يبحث عن الفوز الاول في الدوري الممتاز. هذه المباراة الثانية، المباراة الاولى خسر امام زاخو. تعود الكرة عدي شهاب، بعد الكرة بهذا الشكل، تدخل من قبل محمود عبد الحسين. تنقطع الكرة جانب فريق نوروز، تدخل عن طريق اللاعب عباس علي. تعود الكرة شوان قادر، شوان يلعب كرة أمامية، محاولة ممكن خطيرة، ولكن هاني شاكر على مرتين. كرة كانت ممتازة قبل لاعب فريق نوروز شوان قادر. تلعب محاولة من جانب فريق النفط، جهة البعيدة، تعود إلى كرار محمد، محاولة بناء الهجمة. كرار محمد إلى عدي شهاب إلى كرار يلعب الكرة أمامية، تنقطع ممتازة. تعود الكرة صالح فريق نوروز، وهناك خطأ لصالح فريق النفط. كرار محمد، عدي شهاب ضاغط عليه جاسم محمد. تعود الكرة من جانب فريق نوروز، تنقطع ممتازة عن طريق جاسم محمد. كرة لا زالت عند فريق النفط، ممكن تمريرة من الجهة البعيدة، محاولة والتغطية من قبل دفاعات فريق النوروز. كرة لا زالت داخل أرض الملعب. محمود عبد الحسين
يتركها الى اللاعب آسو رستم. تمريره ضغط من قبل على حامل الكرة، تعود الكرة لا زالت داخل ارض الملعب. تمريره ممتازة ولكن القراءة من قبل احمد عبد المجيد. احمد عبد المجيد يبعد الخطورة. تعود الكرة الى علي رحيم. علي رحيم. رحيم الجهة البعيدة. علي حاول التمرير الامامية ولكن تنقطع الكرة. ابعاد الخطورة بهذا الشكل والكرة تروح الى رمي جانب. رمية جانبية الان لصالح فريق النفط. احمد عبد المجيد الى عدي شهاب. شهاب تمريره ممتازه اماميه ولكن تنقطع بالراس عن طريق اللاعب محمد اسماعيل. تعود الكره الى جاسم او بيار بوبكر. بيار بوبكر. بيار 1-2 حلوه. بيار بوبكر تمريره الى لاعب فريق نفط معكسها ولكن ممتاز. ممتاز الكره الاخيره طريق اللاعب شوان قادر بينه وبين احمد موحان. بالتالي اقرب الكره الى احمد موحان. كرة عند فريق نوروز. احمد موحان حارس المرمى. احمد بالراس. تعود الكرة صالح فريق النفط. كرة عند علي رحيم. علي رحيم. علي رحيم امام مصطفى عبد الرحمن. مصطفى عبد الرحمن هناك خطأ لصالح فريق النفط. خطأ لصالح فريق النفط. ضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق النفط. احمد عبد المجيد. احمد عبد المجيد. احمد يلعب الكره اماميه. محاوله من جانب فريق النفط. ممكن محاوله خطيره ممكن ولكن تدخل من قبل دفاعات فريق نوروز. هناك خطا. خطا لصالح فريق نوروز. خطا لصالح فريق نوروز. ضربه حره غير مباشره الان. هنا حكم اللقاء السيد احمد كاظم والحديث اللاعبين. ضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق نوروز. أحمد موحان حارس الخبرة. حارس الممتاز. قدم أكيد مستويات ممتازة مع فريقه. استطاع الوصول إلى الدوري الممتاز. أحمد موحان يلعب كرة أمامية. نوروز محاولة تنقطع بالرأس عن طريق اللاعب عدي شهاب. تعود الكرة نفطية. تمريرة من الجهة البعيدة. تلعب الكرة والقطع عن طريق اللاعب شوان قادر. تمريره ولكن اقرب لصالح فريق النفط. تعود الكره الى هاني. هاني شاكر. هاني مرت الكره من بين الجميع. تعود الى دفاعات فريق نوروز. تعود الكره ممكن التقدم ممكن تسديده. محاوله ممكن تغيير اللعبه من جهه يسار. محاوله من جانب فريق نوروز. تنقطع الكره اقرب الى دفاعات فريق النفط. حاولت الابعاد بهذا الشكل. تعود الكره اقرب الى شوان قادر. قادر تعود الكره. علي محمد. علي محمد جاسم تلعب. نوروز يحاول. لاحظ الانتشار من قبل لاعبي فريق نوروز. كره اماميه تلعب ولكن طالت الكره وتروح الى ضربه مرمى لصالح فريق النفط. اللاعب يستعد الدخول من جانب فريق النفط. عند اللاعب جاسم محمد راح يغادر. جاسم محمد راح يغادر. نعم جاسم محمد راح يغادر. ضربة مرمى الآن لصالح فريق النفط. تلعب الكرة أمامية. محاولة من جانب فريق النفط وهناك خطأ لصالح فريق النفط. ضربة حرة غير مباشرة. ضربة حرة غير مباشرة لصالح فريق النفط. رتم المباراة انخفض عكس الشوط الأول وعكس الدقائق الأولى بالنسبة للشوط الثاني. خلينا نشوف. علي بهجت
تلعب الكرة، حاول، اعتقد هناك اعادة لعب الكرة عند قاسم او احمد كاظم عفوا، يشير الى لعب الكرة من المكان المناسب. علي بهجت، علي تلعب الكرة أمامية، تنقطع الكرة ممتازة، محاولة هجوم مرتد من جانب فريق نوروز، لكن تمريرة طويلة جانب نوروز، والكرة تروح إلى رمية جانبية لصالح فريق النفط. لاحظ التقدم من قبل الفريقين، باقي تقريبا 11 دقيقة على نهاية المباراة. تلعب الكرة، محاولة من جانب فريق النفط، وهناك خطأ لصالح فريق نوروز، وضربة حرة غير مباشرة، ضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق نوروز. أحمد موحان، أحمد موحان يلعب الكرة أمامية، محاولة من جانب فريق نوروز، والكرة تروح إلى رمية جانبية، رمية جانبية الآن لصالح فريق نوروز. تلعب الكرة بشكل سريع، محاولة من الجهة البعيدة، تلعب الكرة، ممكن يحولها، محاولة خطيرة ولكن سهلة الكرة عند هاني شاكر حارس مرمى فريق النفط. هاني شاكر يلعب الكرة أمامية، هاني تلعب الكرة، محاولة، لكن هناك خطأ لصالح فريق نوروز، خطأ على مروان حسين. سلامات لمحمود عبد الحسين، اليوم قدم أدوار دفاعية رائعة هذا اللاعب. باقي 10 دقائق على نهاية الشوط الثاني والمباراة، لا زال التعادل السلبي قائم لحد الآن. أحبتي مشاهدي قناة شباب سبورت 1. أحمد موحان يلعب كرة أمامية، أحمد موحان محاولة، ممكن بالراس، تعود الكرة إلى آسو رستم، محاولة، رستم ممتاز بالمهارة، رستم والتقدم، واعتقد هناك خطأ على آسو رستم، خطأ على آسو رستم. ضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق النفط. علي بهجت، علي بهجت يلعب كرة أمامية، محاولة من جانب فريق النفط، تنقطع الكرة، تعود لصالح فريق نوروز، محاولة عن طريق مصطفى عبد الرحمن يعيده إلى شوان قادر، تمريرة أمامية حلوة، ممكن والتقدم، ولكن الخروج في الوقت المناسب عن طريق هاني شاكر. هناك خطأ على فريق نوروز، وضربة حرة غير مباشرة لصالح فريق النفط. نلعب في الدقائق الأخيرة، هل راح نشاهد هدف في هذه الدقائق؟ خلينا نشوف. هاني شاكر يلعب كرة أمامية، محاولة من جانب فريق النفط، تقدم من الأمام، والتغطية ممتازة عن طريق اللاعب أحمد محمد، ياخذها فريق النفط، والكرة تروح إلى خارج أرض الملعب. رمية جانبية لصالح فريق النفط، رمية جانبية لصالح فريق النفط. نفط يبحث عن أول 3 نقاط وأول فوز. محاولة النفط بيار أبو بكر رمية جانبية، راح يلعبها طويلة، واضح، تلعب الكرة، الابعاد عن طريق محمود عبد الحسين، والتقدم عن طريق اللاعب آسو رستم، ممتاز بالمهارة آسو رستم، والتقدم وياخذ رمية جانبية، ممتاز آسو رستم ياخذ رمية جانبية. هاوري أنور يتركها إلى زميله الآخر محمد إسماعيل يعيدها إلى زميله الآخر. تلعب الكرة، محاولة من محمد إسماعيل والتقدم بالمهارة، ولكن التغطية ممتازة والقراءة من قبل فريق النفط، بالتالي الكرة تروح لصالح فريق النفط. أبو بكر بيار أبو بكر رمية جانبية، تلعب الكرة، محاولة، يعكس الكرة، محاولة تعود إلى محمود عبد الحسين،
إلى مروان حسين، تنقطع الكرة، تعود لصالح فريق النفط، محاولة ممكن التقدم إلى مروان ولكن التغطية ممتازة، وهناك خطأ لصالح فريق النفط، خطأ يشير أحمد كاظم. حكمنا المميز، كل التوفيق لجميع حكامنا بصراحة، قيادة رائعة لجميع الحكام في الدوري الممتاز ولجميع الدوريات. ضربة حرة لصالح فريق النفط، أحمد عبد المجيد. دقائق صعبة على الفريقين، هل راح نشوف أهداف؟ خلينا نشوف، خلينا نتابع. أحمد عبد المجيد والدقيقة 83، عبد المجيد فضل التمرير، علي بهجت، عبد المجيد ممكن يحولها ولكن قطع ممتاز عن طريق محمود عبد الحسين، مرة ثانية محاولة من علي بهجت، وهناك خطأ لصالح فريق نوروز. ياخذ اللاعب هاوري انور، تلعب الكرة بشكل سريع، تمريرة من الجهة البعيدة، محاولة من جانب فريق نوروز، والقطع ممتاز عن طريق اللاعب عدي شهاب، والكرة تروح إلى رمية جانبية لصالح فريق النفط. صعبة المباراة، خلينا نشوف. رمية جانبية من الجهة البعيدة، أحمد عبد المجيد يعيدها إلى كرار محمد، كرار محمد النفط، كرة أمامية اللعب، محاولة من جانب فريق النفط بالراس، وأقرب الكرة إلى أحمد محان حارس مرمى فريق نوروز. أحمد محان داخلين على الدقيقة 85، مشاهدي قناة شباب سبورت 1، 5 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. كرة أمامية اللعب، محاولة بالراس تنقطع، أقرب إلى دفاعات فريق نوروز، كرة اللعب، محاولة ولا قطع ممتاز من قبل دفاعات فريق النفط، تعود الكرة إلى هاوري أنور، والكرة تروح إلى رمية جانبية لصالح فريق نوروز، جانبية لنوروز أبناء السليمانية، رمية جانبية، محمد إسماعيل بالخطأ، طالت الكرة على سولستم، تنقطع الكرة ممتازة، تعود إلى فريق النفط، وهناك خطأ لصالح فريق النفط، ضربة حرة غير مباشرة، تلعب الكرة عدي شهاب، عدي فضل التمرير إلى علي بهجت، تعود الكرة، محاولة عن طريق اللاعب أبو بكر، هناك خطأ، تغيير من جانب فريق نوروز، تغيير بهاء الدين بكر يدخل بدلا من آسولستن، بهاء الدين بكر يشترك الآن. ضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق النفط، علي بهجت يلعب الكرة أمامية، محاولة ممكن براس خطيرة، مروان يلا مروان تسديدة ممكن ويحولها، محاولة ولكن الابعاد من قبل دفاعات فريق نوروز، هجوم سريع مرتد لصالح فريق نوروز، وهناك بطاقة صفراء، نعم بطاقة صفراء على اللاعب بيار مبكر، يحصل على بطاقة صفراء، ثالث بطاقات صفراء وجهها الحكم أحمد كاظم. بطاقة صفراء وضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق نوروز، تلعب فيها دقيقة 87، أقل من 3 دقائق عن نهاية المباراة. تلعب الكرة من المنتصف، محاولة من جانب فريق نوروز، تعود الكرة من الجهة البعيدة، التمرير الأمامية، محاولة والكرة تروح إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية لصالح فريق النفط. تلعب الكرة، كرار يلعب كرة أمامية من جانب فريق النفط، تهيئة الكرة بهذا الشكل ممتاز، تلعب الكرة من المنتصف، تعود فريق نوروز، كرات لا على التعيين، تعود كرة للنفط، تنقطع الكرة من جانب فريق نوروز، هجوم سريع والتقدم الأمام، محاولة من هاوري أنور يحاول بالمهارة يراوغ،
تمريرة حلوة، ممكن ولكن وين؟ اقرب الى الحارس هاني شاكر. حاول الكرة الأخيرة عن طريق بهاء الدين بكر، بالتالي أقرب الكرة إلى هاني شاكر. تلعب الكرة، كرار محمد بعد دقيقتين على نهاية المباراة. مباراة صعبة. كرار محمد يلعب كرة أمامية من جانب فريق النفط، بحث عن مروان، والكرة تروح إلى أحمد محان حارس مرمى فريق نوروز. مروان حسين وأحمد محان ياخذ بعض الثواني. أحمد محان نوروز، باقي تقريبا دقيقة على نهاية المباراة، نلعب في الدقيقة الأخيرة وننتظر الوقت البديل. بالراس تنقطع عن طريق أحمد عبد المجيد، والكرة تروح إلى رمية جانبية الآن لصالح فريق نوروز. شوان قادر تلعب الكرة، تمرير إلى عباس يفضل التمرير، محاولة إلى أنور، محاولة عباس، ممكن التمرير، محاولة خطيرة، محاولة ولكن وين؟ أقرب إلى الحارس هاني شاكر. محاولة ممتازة من جانب فريق نوروز، ولكن يفتقد إلى اللمسة الأخيرة. تلعب الكرة طويلة، أقرب إلى اللاعب محمود عبد الحسين، محاولة التغطية، والكرة تروح إلى ضربة مرمى الآن لصالح فريق نوروز. نلعب في الثواني الأخيرة، انتظار الوقت البديل. أحمد محان حارس مرمى فريق نوروز. إذا بقت النتيجة على ما هي عليه، نوروز راح يحصل أول نقطة في الدوري الممتاز. تلعب الكرة، محاولة من جانب فريق نوروز، تنقطع وتروح لصالح فريق النفط، بحث عن مروان حسين، تنقطع مرة ثانية، والكرة تروح إلى الخارج. رمية جانبية الآن لصالح فريق نوروز. شوان قادر من الجهة البعيدة. شوان قادر يلعب الكرة، رمية تماس تعود، لا زالت عند فريق نوروز. تنقطع الكرة والضغط من قبل لاعب كرار محمد. تلعب الكرة أمامية، ضافت دقيقتين من قبل حكم وقت بديل. تلعب الكرة، حاولة من جانب محمود عبد الحسين، اليوم قدم مباراة ممتازة، ادوار دفاعية رائعة. علي رحيم، قطع من قبل شوان قادر، ممتاز. لاعب البديل شوان ممتاز بالمراوغة والتقدم إلى الأمام، محاولة ممكن يعيدها إلى زميل الآخر، التمريرة عن طريق هاوري أنور، الضغط من قبل علي بهجت، وهناك خطأ لصالح فريق النفط. علي بهجت، ضربة حرة غير مباشرة الآن لصالح فريق النفط. علي بهجت، نلعب في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة، هل راح نشوف هدف؟ تميرة تلعب الكرة، عدي شاب أو أحمد عبد المجيد، يحولها مروان، ممكن تسديدة ولكن تصدي ممتاز، محاولة مرة ثانية، محاولة ممكن، وماذا يقول حكم؟ راية وتسلل، هدف ملغي، راية وتسلل، راية وتسلل. أخطر الكرات من جانب فريق النفط، أخطر الكرات عند لاعب يشكو من إصابة. سلامات للاعب فريق نوروز. شوان قادر يشكو من إصابة ويقوم سلامات. نلعب في اللحظات الأخيرة، حبتي مشاهدي قناة شباب سبورت 1، لا زال التعادل السلبي قائم لحدنا. أحمد محان، ضربة مرمى، أحمد يلعب كرة طويلة، وهنا حبتي مشاهدي قناة شباب سبورت 1.